لو ناوي تزرع بصل فلازم تعرف ان نجاح البصل بيعتمد على حاجتين: طريقة الزراعة الصح وجودة الشتلة. في الفيديو ده هقولك اسرار المزارعين المحترفين للزراعة الصحيحة والمسافة والعمق والتسميد والري، وكمان هعرفك ازاي تختار الشتلة الصح اللي تدي معاك راس كبيرة ومحصول عالي. تابع معايا الفيديو وهقولك النقط اللي بتحدد نجاح الموسم كله. اول حاجة اختيار الشتلة الصح. لو عندك شتلات كويسة كده شغلك ناجح من الاول بنسبة 50%. مواصفات الشتلة الصح 5 حاجات. اول حاجة ساقها يكون سميك شوية ومش ضعيف ولا رفيع. تاني حاجة لون الورق اخضر غامق بدون اصفرار. تالت حاجة تكون جذورها بيضة ومش مقطعة. رابع حاجة طول الشتلة من 15 ل 20 سم. خامس حاجة عمر الشتلة يكون 50 إلى 60 يوم، وممنوع الشتلات اللي فيها عفن أو طرية من تحت. قبل الزراعة تنقع الشتلات نص ساعة في محلول مطهر نحاسي أو طوب سي اللي متوفر. بعدين نقص 1 سم من الجذور لو طويلة جدا، وده بينشط النمو. ثانيا تجهيز الأرض. قبل زراعة البصل بيحب الأرض المفككة وتصريفها عالي. تجهيز الأرض بيكون بحرتين متعامدتين وتزحيف وإضافة 100 إلى 150 كيلو سوبر فوسفات قبل الزراعة. وفي الأراضي الرملية نضيف 10 ل 15 متر سماد بلدي متحلل. أفضل نوع أرض لزراعة البصل الرملية الطمية أو الطمية الخفيفة. ثالث حاجة طريقة الزراعة الصح، ودي أهم نقطة في الفيديو كله، وبتعتمد على 3 حاجات: المسافات بين الشتلات بتكون 7 إلى 10 سم، وبين الخطوط 25 ل 30 سم. المسافات دي بتمنع التزاحم وتسمح بتكوين راس كبيرة. عمق الزراعة أهم سر: ما تدفنش الشتلة زيادة، ادفن الجذر بس، وسيب الرقبة فوق سطح التربة 1 إلى 2 سم. دفن الرقبة بيعمل دبدان للشتلة. وطريقة الغرس الصحيحة: اغرس الشتلة مستقيمة مش مايلة، اضغط خفيف حوالين الجذر عشان تثبتها، وممنوع تزود المية أول الزراعة، بتبقى رية خفيفة لتثبيت الشتلة. رابع حاجة الري بعد الزراعة. البصل حساس للغرق جدا. برنامج الري بعد الزراعة رية خفيفة فقط. الري في الأسبوع الأول بيبقى بعد 5 إلى 7 أيام، وبعد التعريق بيبقى 15 ل 20 يوم. علامات الغرق: اصفرار من تحت، ليونة في الساق، ريحة عطنة. لو ظهرت أي علامة من العلامات دول قلل الري فورا. خامس حاجة شروط نجاح الشتلة بعد زراعتها. دي الشروط اللي لازم تضمنها علشان الشتلة تعمر وتكبر. 1. شمس مباشرة من 6 ل 7 ساعات. 2. تسميد أولي بعد 20 يوم نترات نشادر أو كالسيوم. ثالث حاجة ممنوع مية قبل موجة برد قوية بيومين. رابع حاجة إزالة أي حشائش بدري لأنها بتنافس البصل. خامس حاجة متابعة المن والتربس لو ظهروا. رش مبيد خفيف إيماكتين أو إيبامكتين. لو استفدت من الفيديو ده اكتب لي في التعليقات امتى بتزرع البصل في بلدك، ولو عايز فيديو كامل عن التسميد الصحيح للبصل من أول يوم لحد الحصاد اعمل لي متابعة واكتب لي في التعليقات.